السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا كيف حالك؟ الحمد لله. والله ان شاء الله باذن الله انا ناوي احج السنه دي اللي هي زياره يعني. الله يسلك، انت بس عارف ما عنديش أنا زياده بس. أخشى عليك جدا، لا تذهب ثم لا تذهب ثم لا تذهب. والله انا عزمت توكلت وحجزت. خلاص أنت حر في نفسك، أنا أقول نصيحتي لك لا تذهب. آه. والله والله يعني بس طب انا بس على كذا حاجه فيها كده يعني. آه. اولا يعني انا عاوز احج افراد، فانا عاوز اروح اقعد هناك. انا مسافر يوم 1 ذو الحجه، فانا عاوز اروح اقعد هناك ال 10 ايام او 9 ايام او 8 ايام، وبعد كده انوي من هناك من مكه وامشي على طول على عرفه، وبعد كده اعمل الطواف الافاضه ان شاء الله تاني يوم العيد. ستكون تجاوزت الميقات تجاوزت بلا. الميقات ومش هنوي. إذن عليك دم، لأنك ذاهب خصيصا للحج. طيب يعني طب يعني الاحسن ما ان انا انوي متمتع، ولا انوي ولا ما انويش خالص لا، أحسن ما واستغفر تروحش. الله أنا ولا حاجة؟ أكلمك لله. أنا يعني انظر إلى مكة الآن. أنا أنصحك لله لا تذهب خوفا عليك من الضرر، ورب العزة يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب. أقول لك كده يعني لا تذهب، لكن إن قدر وشخص أهل من الميقات بملابسه هيكون مخير بين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام لا 3 أيام. انا مش عاوز اقل خالص من الميقات، انا عاوز ما قلت لك إذا تجاوزت الميقات بلا إهلال وأنت تنوي الحج على رأي الجمهور لحديث. مش هنوي دلوقتي، هنوي يوم التروية. يا أخي الكريم، أنا فاهم سؤالك، لكن أنت ذاهب أصلا للحج. ايوه النية موجودة. أي ذاهب خصيصا لكده، أنت ذاهب لغير كده، أنت ذاهب للحج خصيصا. مم. وستتجاوز الميقات بلا إهلال، بلا إحرام عفوا. فهذا يعني أنك تركت واجبا وهو الإهلال من الميقات. ايوه. فترك هذا الواجب أو يستلزم دما. قال ابن عباس: من ترك واجبا فليمسك نسيكا. طيب هو دم واحد بس اللي هو بتاع الميقات، لكن الاحرام لا ما نويتش. نصحنا كثيرا يا جماعة. اشهدوا يا جماعة. السلام عليكم.